كان بيشتغل، ابوه كان شغال في طنطا بتاع كشك. هو اللي كان بيجيب لي كل الفلوس، هو اللي كان ساترني من بعد ربنا مصطفى. وديته غصب عنه القضية. كل لازم تروح وتضحي. هتضحي بيه يا امه، تقول اه اضحي بيك على المغفر خاطرك بس. السلام عليكم. والحمد لله والله ربنا يوريه له على والله خير، الحمد والله لله. القناه دي راحت قدام الدار عندنا. فانا بتصل باخويا بقول لي اللي خلى امك تصور، قالت لك راح قدام الدار عندنا وامك ما رضتش تكسفهم ولا تزعلهم ودخلوا. الكلام اللي اتقالت على امي دي تستاهل. اللي في واحده تخش تكتب لها ده اشكال، والتاني تخش تكتب لها ده عالم تافه، يخش التاني يكتب لها كذا. الام ليه انا ازكوا في ايه؟ ده اذا كانت انا جالي وحياه ربنا برامج وعلات ما كنتش راضي اعملها عشان انا عارف دماغنا، انا عارف احنا كناس بنكره بعض فبريح دماغي. بس توصلوا انتوا تغلطوا في امي؟ احنا وحشين يا جدعان وحياة ربنا ومستهلكين منها، واقسم بالله ما سالكين لبعض منها. انا لو مش ابويا وامي في قلب مصر مانيش نازل. انا كنت عاوز انزل اشوفهم عشان عارف ان احنا ناس وحشه مع بعضينا، وعارف لو نزلت مش هسلم من كلام الناس. انا عمري ما شفت واحد، انا بقالي 14 سنه متغرب في ايطاليا، عمري ما شفت ناس كده. قال لا احنا برضو كمصريين مع بعض هنا في الغربه بنقطع في فروه الغربه وبنعمل. انا لو بفتح رايف هتعملوا فيا ايه؟ هتموتوني؟ انا ما بكسبش حاجه بس الا امي. وليه الناس اللي بتكتب، يعني ليه الناس ما بتحاسبش اللي بتعمل عليها فيديوهات وتشتم فيها وتقول ده ليه الناس دي ما بتحاسبش؟ ولا الناس دي بتعمل حاجه؟ انا كلمه واحده اقولها لكم وحياة ربنا، احنا بقينا وحشين. انا لو عملوا تصنيف لاوحش ناس بتكره بعض هتختارنا احنا، واقسم بالله ما بضحك يا اسطى، اختارنا احنا. حسب الله ونعم الوكيل فيكم.